جايز، انا نبيله وانا ايه واحنا في قناه كانت نبيله وايه. لو سمعوا الفيديو استعملوا لايك وشير سبسكرايب وتشتركوا في القناه. وتكتبوا في الكومنتات لو عايزين اي فيديوهات تاني. يلا بينا نبدا. فكره الفيديو ان احنا هنسال بعض اسئله احنا حابين نعرفها على بعض، واسئله كمان ممكن انتوا تكونوا حابين تعرفوها عننا. احنا عايزين بقى في النادي وكده في الجنينه، فحابين نعمل الفيديو ده، فما تنسوش تدعمونا بلايك وتكتبوا لنا في الكومنتس لو انتوا بقى حابين تسالونا انتوا اسئله، واحنا هنجمع لكم الاسئله دي وهنجاوب عليها في فيديو لوحده. هل ندمتي على ان انت قصيتي شعرك؟ جدا هي جدا. كان شعرنا طويل فاحنا كان قصيناه. شعري لحد ما كان اقسم بالله بجد احنا قصيناه اصلا لحد هنا. بس يلا هو بيطول. يلا طول. يلا، فدي حاجه انت ندمتي عليها جدا. سلمي. ممكن في يوم من الايام تنسيني لو انا مت؟ ايه ده بعد الشر عليكي. اولا بص انا ما بحبش الاسئله دي. هو ايه الهبل؟ انسى مين؟ تنسيني اكيد هتعيش كلمه ليكي بجد، يعني هو انا الحياه من غيرك ما توقعهاش بجد، من غير نفسك فيها اللي قرفني ما تبقاش حياتي بجد. فيعني ربنا يخليكي ليا، واي حد عنده اخت من نفس سنها وبتحبها هتحس بالاحساس ده، لان انا حرفيا ما بقدرش استغنى عنها. فاكتبوا لي برضه في الكومنتات لو انتوا كده ولا لا. بس يلا دوري. حبيتي قبل كده؟ حبيت قبل كده لا، يعني مش لازم. حبيت اختي، مش لازم حب حبيت ماما، حب من بعيد كده. حبيت لا. ماشي يلا خلاص. ندمتي في يوم انك عرفتي حد؟ مين؟ لا مين ده مالكيش علاقة. لا ما اقدرش اتكلم، بس حد كصاحبة. بصي هو مش ندم ليه؟ لان انا اي حد بيدخل حياتي زعلت. طبعا زعلت من الناس اللي بتدخل في حياتي وتطلع، بس انا بعتبر ان اي حد بيدخل في حياتي هو ليها علاقة كده ربنا بعتها لي تديني حاجة وتمشي، بس حرفيا هي كده. لان انا مليون فتره دخلت صاحبه خرجت صاحبه دخلت صاحبه خرجت صاحبه، فانا باخدها انها درس من عند ربنا بس. يلا انت اسألي. طولك قد ايه؟ طولي؟ والله العظيم ما اعرف. يعني في حدود الكام؟ مش عارفة، 160 مثلا. ايوه انا فاكره انت طولك 160. ايوه طولها 160. اكيد طول. ممكن تكوني طولتي، بس اخر مره قست كانت 160. كنت صغيرة جدا وقت ما قست. ماشي. حاسة انا 166. انا كام؟ انا 172 بالظبط. يبقى انا اكيد 170. مش فاكره والله. اصل انا طولك بسيط لما انت الراجل قاسك زمان قوي يا نبيل. مش زمان قوي في الصيف يعني. انا لازم لما اروح اقيس نفسي. ماشي يلا. انا بالظبط 172. يبقى كده انا 169. ايه ده ازاي يا بنتي انا طولك بس في حته صغيره جدا. ماشي يلا خدي انا سالتك. ماشي. السؤال اللي بعده وهو ايه اكتر حاجه بتزعلك مني؟ في حاجات كتير قوي. مش حاجات كتير قوي. لا مش قوي يعني. بس حاجات انا بفتكرها في وقتها انها مستفزه قوي. تقولي انا اللي مستفزه اقسم بالله اكتر انسان مستفزه. مش مستفزه لا، اللي هو دبش. انا دبش. بتضايق. دبش قوي. دبش قوي. مع الناس اللي انت عارفاهم دبش قوي ممكن تقولي اللي في قلبك على طول، لكن الناس بقى الغراب لا. ماشي خدي. ايه اكتر حاجه بتحبيها في شكلك؟ اكتر حاجه بحبها في شكلي صراحه انا بحب شكلي كله. بحب عيوني، بحب وشي عامه. يعني انا اكتر حاجه بحبها فيا وشي وطولي وجسمي. بحبني كلي كده لغايه ما اشوف النص. هاتي انا اسالك، ايه الدوله اللي بتتمني تسافري عليها؟ تركيا. طب ايه تاني دوله؟ تاني دبي. بس حاسه ان دبي ما فيهاش حاجات كتير قوي دلوقتي بيولعوا فيها بجد، ربنا ينصرهم. نفسي اروح تركيا قوي. وانا ماشي يلا. طب ايه اكتر حاجه كانت فيكي عامه ونفسك تغيريها؟ فيا انا ولا في شخصيتي؟ في شخصيتك، في شكلك عامه. في شكلي ممكن دايما بحس ان انا وشي معقوب كده جاي كده شويه، مش عارفه ليه. بحس ان انا مفيش اي حاجه. مفيش لا اي يعني حاجه. كشكلي ممكن مناخيري ممكن اصغرها شويه يعني. في شخصيتي ممكن حاجتين، العفويه وان انا طيب لا
مش طيبه. لا طيبة. انا بحب طيبتي بصراحه، بحب طيبة اكون طيبه، وبحب يعني دايما اخلي قلبي ابيض، يعني ما بحبش خالص ان انا طيبة اكون وهادية. اكون واحده كده، فاهمين؟ لا، بحب دايما اكون قلبي ابيض. ف واكتر بقى حاجه مش الطيبه هي اللي عايزه اغيرها، العصبيه، لاني حرفيا بتعصب، يعني بالذات دي هي شهد على الحوار ده. بصراحة كنت بفكر اعمل فيها بقى بالاستفزاز، جابتني من شعري. ده بستفزها بعد بالكلام لما حتى. قالت لي قمت بصلها كده وقلت لها هو ايه ده؟ بس ما كنتش يعني ما نزلتهوش طبعا. ما نزلتوش طبعا عشان اللي حصل ما كانش حلو في الفيديو. بجد. بس يعني دي اكتر حاجه نفسي اقللها، مش همحيها بس اقللها بس. ف بس كده، ده كان الفيديو بتاع لو النهارده. عجبتكم بقى الفكرة السلسله دي قولوا لنا، قولوا علشان لنا، سؤال الجمعة هتفك. وانتوا اللي اكتبوا لنا في الكومنتس عن اي حاجه، أسئلة بالهبل. اسئله بالهبل احنا هنجمعها كده. وبصوا عادي، احنا صراحه بزياده، فهنجاوبكم على أنا صريحة موت. الاسئله اللي عندكم. فبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وهنروح يلا نلحق صلاه الجمعه. باي.